اسالك اسئله تقول لي ايه؟ قول لي اه او لا، مش حصل ولا ما حصلش. حاضر. عشان منى الشاذلي عامله اللعبه دي. عشان ما نقلدهاش. طب ما تجيب كارت واعمل كده وكده. مفيش انتاج. الحلقه دي جديده. الحلقه دي اللي هتندم ان انت عشان الجاكيت. عشان الجاكيت هموت من الحر. الجاكيت هموت. وهي قالت لك لازم تلبسه. ايوه. بس انت مش فاهم هو الجاكيت لايق ازاي وعامل ماتشنج مع الالوان. لا يا ابني ده بص مع الجزمه. خلاص. انت عارف ده عشان انت متجوز. انا كنتش عارف ان عندي الجزمه دي. وحياه ربنا انت لو مش متجوز ما هتركز في حاجه. والله العظيم ده شغلها صح؟ كنت هاجي بالشبشب. والله شغلها. لما اتجوزت مراتك قالت لك انا عايز انزل الساعه 3 الفجر نتمشى ونرجع 7 الصبح؟ لا والله خالص. ما عندهاش الاوبشن ده. مفيش. كانت بتعمله وهي مع بردانه، هي على طول بردانه، صيف هي شتاء بردانه. ما تديهاش جاكيت. هي حلو. ده جاي قيم. بص لا انا بجد، انا عشان متجوز جديد فمخدود شويه. هي على طول بردانه بجد، بطل تبص للجزمه. عديت مرحله الجاكيت والله لقيت الزفته اللي تحت وبعدين لقيت الجزمه بس بقى عشان انا عامل البراند دي اعلان فمش النبي كلوز على الجزمه بتاعتي. ايوه علي بتاعته. طيب جيت قول انت. لا مش مهم طبعا. لا طز فيا خلاص. مهم والله، انت قلت لي بردانه. بس كنت بقول لك انا اتجوزت فانا مخدود شويه بقالي شهرين. هي بجد من الناس اللي على طول صيف شتاء بردانه، حر برد انا بردانه. اوكي. وبعدين اللي هي يعني هي بردانه خلاص، احنا لازم كلنا نبرد، انا والكلب والبيت كله، كلنا العصافير كلنا نبرد. أوكي. كلنا نقفل الشبابيك. ده موقف. وانا بسيبها تسيطر بصراحه. انت تسيبها تسيطر؟ اول مره اسمعها من راجل مركز في شغلي. انت مكسل تسيطر. يعني هي تركز في البيت وانا اركز في الشغل عشان الامور تمشي. جت قالت لك في مره على اكله كلتها من ايديها وانت قلت تحفه وهي ما كانتش من ايديها. ايديها ايه؟ بردانه متخبيه ايديها. هي ما بتطبخش، هي ما بتعرفش تطبخ. ايوه ما بتعرفش تطبخ. طب وحماتها ايه؟ حماتها هي حماتك قصدي، انا اسف. حماتها انا لا حماتي بتطبخ كويس جدا. مش بيتشاركوا بقى الثقافات. لا ما هي كانت اللينك واقف، بر الوالدين واقف في الحته دي. طب وانت دليفري كل ده والحاجات لا انا بطبخ بقى، وانا اصلا كنت عايش لوحدي 10 سنين. صح. فانا اصلا انت طبخت لنا مره مكرونه عندك في البيت. فاكر واكلتها المره نسيت الفراخ. انت اكلت المكرونه سبت الفراخ. لا والفراخ انا بطبخ وبحب الطبيخ. وماريو بيحب الاكل اللي انت بتطبخه؟ ماريو بيحب اي اكل، ارمي له اي حاجه ياكلها. اوكي. ماريو ده الكلب بتاعي، بس عشان الناس تستغرب من ماريو اللي جاي تعيش معاك انت ومراتك وبتاع. وضح ماريو ده الكلب بتاعي. تخيل شحيبر. بالظبط. يعني ايه ده؟ وهي بتحب شحيبر. ده مش معقول. طب جت في مره قالت لك وليد لازم نروح المشوار الفلاني وانت قلت لها حاضر يا حبيبتي، وانت لا طايق المشوار ولا طايق الناس ولا طايق. أيوه. حصل كتير. طب ليه ما قلتلاش لا مش هروح؟ ما انا قلت لك بص، انا ابويا قال لي حاجه في بدايه الجواز، قال لي يا ايه؟ قال لي يا وليد اسد مبسوط، غير يا وليد وهو بينده لي طبعا. قال لي يا تعيش اسد مبسوط لا يا اسد شجاع يا ارنب سعيد. فسر بابا بقى ما حدش. لا فسر يا باشا، ده باباك انت تستحمله انا استحمله يعني اللي انا فهمته يعني يا تعيش اسد بقى شجاع وتبقى انت بقى سيد الموقف وتقول لا او كده، ويا اما ارنب مبسوط يعني عايزه مشوار يلا بس هترجع مبسوط. اوكي. فانت قررت ابقى ارنب شجاع يا حبيبي. او افهم بابا اكتر. اتكلم مع بابا افهم انت عايز ايه يا حاج. وليه امثله دي يا بابا بتقول على طول دايركت. هتحط باباك في بيئه تانية يقول لك امثال حلوه منها، يعني نقله مثلا حته، يعني اصل هو ده معناه انه في مزرعه في حاجه. عنده مزرعه. يبقى هو اللي جايب لك الجاكيت. لا انا اللي جايبه. انتوا عيله غنيه بقى جدا. بابا عنده مزرعه وانت عندك جاكيت. عندي جاكيت من اسبانيا. الحلقه دي بص يعني المونتير ايديها هتهنج، ايديها هتنمل وهو بيمنتج. لا ايوه سقعان. طب قلت لمراتك مره وانت بتاكل كده، قلت لها حبيبتي ده انا اشيلها من بقي واديها لك؟ ايه القرف ده يا وليد؟ صح؟ ايه ده ليه؟ لا بدلها زي اللي انا باكله خلاص. حب. لا ده لا ما عملش. ده مش حب، ده قرف. ده قرف. سجلت بنت عندك على الموبايل باسم ولد عشان خاطر لما اكلمك تكلمها قدام مراتك عادي؟ لا خالص. لا ما عملتش كده. ما بتخونش؟ مش ما بخونش، بكلم البنات اللي انا عايزهم عادي يعني، بس من غير خيانه، اصدقاء يعني اصحابي زي ما هم. كبرت على الخيانه متهيألي ولا ايه؟ مش عارف. وهي عادي؟ يعني ما اصحابي اصحابها يعني فاميلي فريندز يعني. لا انا ما بتكلمش على الصحاب. انت قصدك كده يعني. لا انا بتكلم في واحده ما بتكلمك بتقول لك وحشتني يا وليد. بقول لها انت كمان وحشتني والله. عايز اشوفك. بشوفها وبتنزل ومراتك باخد ريم معايا وننزل نشوفها. ايه المشكله يا جماعه؟ العلاقه ده هو انا مش بنزل يعني اصلا. انت قصدك بنقول بقى ان انت عايز تقول واحده بتتميص عليك. لا خليك محدد. واحده بتتميص لا انا خلقي ضيق. انت اصلا ما بتحبش تتميص. مش طالبه. انت لا بتتميص ولا بتسيطر ومكسل. انا راجل بشتغل وباجي لك اقعد معاك واستناك جوه ساعتين، تقعدني على كنبه بفضل قاعد مستني، كل شويه يجي لي واحد يقول لي 5 دقايق ويمشي. وليد هوريك حاجه وتقول لي بتفكرك بايه.
في ايه يا وليد؟ مش هوريك انت فهمت ايه؟ انت بتلف ليه؟ ايه ده؟ يا الله. دي بتفكرك بايه؟ دي بتفكرني بكل حاجه وحشه في حياتي والله. بعد ما اتجوزت على طول. لان قبل ما اتجوزت اكيد ما تعرفهاش. ده بجد على فكره، والله بجد. بجد؟ والله. طب احكي لي على اول شيك، على اول ريسيت. مش اول ريسيت، انا هفهمك حاجه. انا من النوع، يا انت متديني تروما، فاهم؟ انت بتصحي تروما والله. خد بالك الحته اللي قدام دي هقول لك على معلومه انت لسه دي عشان تقعد فيها لو تعبت وهي لا عشان البيبي بجد لما تولد. انا بقعد انا فيها لما انت اللي تولد. بص يا لما انا اللي اولد لو فتحوا الموضوع. بص، احنا اول ما اتجوزنا لنا والقريم اكبر اخواتها. اوكي. فهي ما عندهاش خبره مثلا الاخت الكبيره اللي اتجوزت فتاخد منها الخبره وبتاع وكده. ماشي. وانا اصغر اخواتي، واخواتي اتجوزوا وانا بيبي، يعني وانا في المدرسه. يا حبيبي انت كنت بيبي في يوم من الايام. انا كنت اتولدت بيبي بيقولوا يا حبيبي يعني. يا حبيبي. فروحنا بقى انا وهي السوبر ماركت اللي مش هنقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان لحد ما يدفع فلوس البرنامج عشان يبقى سبونسر، وتاخد انت فلوس وانا اخد فلوس على المجايه بدل ما انا جايب بلاش. قصه طويله كده مالكش دعوه. قول عنوانه بقى عشان الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم على ايه. جنب البيت عندي على طول. فروحنا وبعدين بنشتري حاجه البيت. اوكي. فهي ريم ما بتعملش حاجه غير ان هي بتقارن الاسعار. ماشي. مش مهم الكواليتي، مش مهم ده مصري مش مصري. هي قالوا لها ست البيت الشاطره اللي تحافظ على فلوس جوزها. ايوه. فيعني انت هتجيب حاجات هتفضل في الثلاجه بالشهور، انت مش عارف دي بتعمل ايه. بس انت وفرت وجبتها. بس انت هتجيبها. انت حجزت. اول شيك بجد عايز تعرف كان كام؟ انا عايز اعرف اول. ممكن اوريك المسج والله، بس انا مثبتها. وريني المسج اقراها لي. لا مسج البنك. اقراها لي وانت معاك تليفونين وجاكيت تقرا. اقرا لك ايه؟ يلا يا باشا. مهم عشان ما نقولش اسم البنك. مش هتطلع في الكاميرا اسم البنك بجد؟ والله ما هيطلع. بعد اذنكم ما تجيبوش اسم البنك. احنا بقى لنا شهرين. اوكي. فالحاجه دي جت يعني اللي هي حاجه اسبوعين مش شهر، لان احنا كنا مسافرين شهر العسل. دي حاجه اسبوعين بس. حاجه اسبوعين، مش الحاجه بقى موجوده بس تم خصم كام بقى؟ شكرا لاستخدامكم بطاقه بنك كذا. تمام كده؟ ماشي. تم خصم مبلغ 15000 جنيه 464. انتوا ما كنتوش لسه جبتوا الشاشه؟ احنا ما كناش لسه يعني فاهم، ما كناش لسه دخلنا البيت حتى. ده اللي هو احنا رجعنا من شهر 15000 دول ايه؟ حاجه الثلاجه. جبتوا ده غير ثمن الثلاجه؟ انا كنت فاكر ان هي كانت بتوفر. بتهزر والله العظيم. وبعدين بتجيب صوصات، هي بتجيب صوصات كتير قوي، انا ما اعرفش ليه. انا طول عمري يا كاتشب يا مايونيز. لا اكتشفت ان في حاجات تشيلي وحاجات باربيكيو وحاجات سويت تشيلي وحاجات تشيلي ماسترد وماسترد. الماسترد ده مجلد. عايز اقول لك ان ده فكر اليهود. دخلوه وسطينا هي بقى عشان يعملوا. وهي تبنته في بيتنا. هي ما كانتش سقعانه اليوم ده. كانتش بردانه بقى في الحاجات دي. ما بتبقى انا اللي ببرد، انا اللي بحس ان الدنيا بردت مع الحساب. والله انا كنت وانا عايش لوحدي والله مش مبالغه، ممكن طول الشهر مثلا اكل ب 2000 3، لان معظم الاحيان عند اختي عند بابا عندك. الحاجات دي كفتكم اسبوعين ولا اكتر؟ لا انا ما اعرفش اي حاجه على الثلاجه. 15000 جنيه. انا ما اعرفش اي حاجه على الثلاجه. انا اللي بتطلع لي الحاجه عارف زي العهده. خد. انت عارف انا مع مراتي لما بندخل السوبر ماركت اللي هو مش هينفع نقول اسمه عشان خاطر لحد ما الانتاج الحته اللي انت قلتها بالظبط خدها هنا نكررها ويدفع لك. السوبر ماركت اللي مش هنقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان لحد ما يدفع فلوس البرنامج عشان يبقى سبونسر، وتاخد انت فلوس وانا اخد فلوس. لما بدخل مع مراتي وتبتدي تلف هي على الحاجات انا ببقى ماشي وراها بالبتاعه دي بس الكبيره بقى. احنا بنروح ليه؟ بنروح ليه؟ بجد علشان ما دي بعجل. علشان الريسيت. طب ما تدي لها الكارت. هترجع من غيره. لا انا مدي لها الكارت. لا بس انت لازم تيجي تزق البتاع. لا ما عشان بص هقول لك على حركه ذكيه. هي بتعدي جنب الحاجات بتنسى فكره ان هي المفروض بتدور على حاجه هي عايزاها، فبتفتكر ان الحاجات اللي محطوطه احنا لازم ناخد منها. لا انا عندي ريم بتطلع هوك كده وهي ماشيه هتطلع انا بعمل ايه بقى؟ بعمل بتاع كده. بالظبط على الارض بقى اللي يجي فتنزل على الارض نوصل على الراجل ان حاجتين. انت بقالك سنتين؟ انت بقالك شهرين. شهرين واسبوع.